أهلا بيكم في حلقة جديدة من حكاوينا. عمرك كنت ماشي في شارع وفجأة هبت عليك ريحة مطر أو ريحة أكلة كانت مامتك بتعملها، أو سمعت أغنية قديمة طالعة من عربية معدية فلقيت نفسك وقفت مكانك وقلبك دق وعينيك بتلمع من غير ما تفهم فيه ايه؟ ثواني قليلة لكن كأن الزمن رجع بيك لسنين طويلة ورا. النهاردة حكايتنا عن الشعور اللي مهما حاولنا نهرب منه بيفضل ساكن جوانا. النهاردة حكايتنا عن الحنين. الحنين مش مجرد اننا نفتكر الماضي، الحنين هو ان قلبك يسبق عقلك ويرجع يجري على ايام عارف انها مش راجعة. هو تذكرة سفر من غير ميعاد بتاخدك لبيت اتقفل بابه، أو لأوضة اتغيرت ملامحها، أو حتى لوشوش كانت بتملى حياتك ضحك وبقى مكانها صور على الحيطان، أو دعوة صادقة بعد كل صدى. الحنين هو إنك تشتاق لصوت حد كان وجوده لوحده أمان، تشتاق لضحكة كانت بتملى البيت، أو حتى لمكالمة كانت بتيجي كل يوم وكنت وقتها فاكر إن ده شيء عادي لحد ما اختفت. الغريب في الحنين إنه عمره ما بيستأذن، بيجيلك وانت في عز انشغالك، وسط شغلك، أو انت سايق، أو انت بتشتري حاجة من السوبر ماركت. تفصيلة صغيرة، ريحة عطر أو صوت طفل بيضحك، أو حتى كوباية شاي بالنعناع، كفيلة إنها ترجع سنين لورا. وفجأة بدل ما تكون واقف في المكان اللي انت فيه، تلاقي نفسك قاعد على سفرة العيلة، أو في حضن جدتك، أو مستني أبوك يرجع من الشغل، أو بتجري مع أصحابك في الشارع من غير هموم ولا مواعيد. بعدين تفتح عينيك على الواقع فتكتشف إن كل ده ذكرى. يمكن أصعب حاجة في الحنين بيخلينا نشتاق لحاجات عمرها ما هترجع، مش بس أشخاص، لكن حتى إحنا نفسنا اتغيرنا، بقينا أكبر وأهدى ويمكن أقسى شوية. بقينا بنحسب كل خطوة بعد ما كنا بنجري ناحية أحلامنا من غير خوف. بقينا بنخاف من الفقد لأننا عرفناه، وبقينا بنخاف من التعلق لأننا دقنا وجعه. وعشان كده أوقات كتير إحنا مش بنحن للماضي، لأ، إحنا بنحن للنسخة القديمة مننا، للولد اللي كان بيضحك من قلبه، وللبنت اللي كانت بتحلم من غير ما تحسب احتمالات الفشل. بنحن الوقت كان فيه وجود الناس حوالينا شيء مضمون، مش نعمة ممكن تضيع في لحظة. لكن الحقيقة الماضي عمره ما كان كامل، كان فيه تعب وخلافات ودموع. بس الزمن عنده عادة غريبة قوي، بيمسح الوجع من الذاكرة ويسيب لك أجمل اللحظات منورة. عشان كده بنفتكر إن الماضي أجمل من مكان، وده مش كده، ده لأن القلب بيحب يحتفظ بالنور حتى لو عاش في وسط الضلمة. الحنين مش ضعف ولا معناه إننا مش قادرين نكمل. الحنين دليل إننا حبينا بصدق وعشنا لحظات استحقت إنها تبقى محفورة جوانا، ودليل إن الناس اللي مشيت من حياتنا سابت أثر أكبر من إن الزمن يمحيه. ولو بتسمعني دلوقتي
ولقيت نفسك افتكرت حد غالي، متحاولش تمنع دموعك، ادعيله. ولو لسه موجود في الدنيا ما تستناش بكرة، روح كلمه وطمن عليه وقوله انك بتحبه، لان في يوم من الايام يمكن يبقى هو كمان ذكرى بتحنلها. في النهاية حبينا نقول ان الحنين نعمة، طول ما هو بيفكرنا بقيمة اللي كان من غير ما يسرق مننا اللي لسه جاي. خلي الذكريات تسكن قلبك، لكن ما تخليش حياتك كلها تعيش فيه، لان بكرة الايام اللي انت عايشها النهاردة هتبقى هي كمان ذكرى، فاعمل منها ذكرى تستحق الحنين. شاركونا في التعليقات ايه اكتر حاجة بتصحي جواكم الحنين، ريحة معينة، اغنية، صورة، مكان، ولا شخص لسه اسمه اول ما بيتقال القلب بيسكت لحظة. وانتظرونا في حلقة جديدة من حكاوينا.